السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنعمل مخبوزات الفرن هنعملها من كعب غزال، عسلية زي ما احنا شايفين. هنعمل المنين السادة ومنين محشي عجوة. كل ده هنعمله، الكمية الكبيرة دي كلها شايفين ده كعب الغزال، كل ده بنعمله بكيلو دقيق واحد. هنملى البيت بالخير بكيلو دقيق واحد. ومش دول كمان، ده في صينيه كمان اهيت كل ده. تعالوا نشوف عملنا الكميه كلها دي بكيلو، ده عملت حوالي 3 كيلو مخبوزات من بتاعه الفرن. تعالوا نشوف الكميه دي عملناها ازاي ونشوف طريقتنا والوصفه ونبدا على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، برحب بكل متابعين ومشاهدين القناه. ان شاء الله النهارده نبدا ونقول مقاديرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي كيلو دقيق متعدد الاغراض او متعدد الاستخدامات، انا دخلته 3 مرات. عندي كوباية ونص سمنة، أي سمنة عندك، علب بلدي صفر أي حاجة، ونص كوباية زيت. لو أنت حابة الاتنين كوبايتين سمنة حلوين، كوباية سمنة كوباية زيت اللي يعجبك. عندي كوبايتين إلا ربع لبن أو حليب دافي، وعندي نص كوباية سمسم محمص أو 3 معالق كبار هرميين سمسم، وانا مسخناش يبقى سخن كده وريحته الطرف دي. كوبايه شمر على ينسون انا طحناها وبرده محمصاها على بس ما تحرقهاش على البوتاجاز، يبقى النار هاديه. وعندي بقى نشوف، عندي معلقه ونص كبيره خميره علشان الجو بدأ برد، لكن لو في الصيف كانت تبقى معلقه 3 معالق سكر، معلقتين لبن او حليب بودر، ومعلقه صغيره بيكنج باودر. تعالوا نجيب بقى بوله او طبق ونحط فيه الدقيق بتاعنا المنخول. طبعا انا نخله الدقيق بتاعنا. طبعا لو اول مره تشرفوني في القناه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واضغطوا على كلمه اشتراك اسفل الفيديو باللون الاحمر، هيظهر لكم علامه الجرس، فعلوا الجرس بكلمه الكل عشان يوصلكم كل جديد مني. انا حطيت السمسم على الدقيق، وبعدين حطيت نص معلقه شاي ملح وهقلب. احط المواد الجافه كلها الاول مع بعضها، وبعدين خدت من الكوبايتين الا ربع اللبن الدافئ والحليب، خدت كوبايه واحده. هحط السكر، احط معلقه ونص خميره، واحط معلقه البيكنج باودر عشان دي بتتفاعل مع كده بتخليها تخمر بسرعه. هقلب وهسيبها 5 دقايق لغايه ما نحط السمنه ونبس الدقيق بتاعنا. احط السمنه بتاعتي والزيت وهقلب زي ما احنا شايفين كده. طبعا انا حطيت معلقه شاي صغيره فانيليا او ما يعادل 2 باكو. اهم حاجه في القراقيش، اهم حاجه البس بتاعها. القراقيش عامله زي الكحك، تبسيها كويس وتخدميها في البس، ان تبسيها في السمنه، دي اهم حاجه. احنا ما بنعجنش القراقيش زي القرص، بتبقى عامله زي الكحك. تبسيها كويس قوي، وبعدين هنعجن، مش هنعجنها بقى، هنلمها بالحليب بتاعنا او الميه اللي انت هتعجنيها بيها. انا حطيت الخميره بتاعتي، دي كوبايه، لسه في كوبايه الا ربع هنحطها على مراحل. بعد ما حطيتها بصوا بسم الله ما شاء الله، حطيت طبعا هي بصوا طريه ازاي وجميله، بصوا عامله ازاي. هي خدت الكوبايتين الا ربع حليب كلهم. بص تعرفي ان هي ما بتشققش وكده، بسم الله ما شاء الله. انا طبعا مش هخمرها، هريحها 10 دقايق لغايه ما اجهز الصواني بتاعتي. وطبعا انا مشغله الفرن على 180، وهشغل واجيب النشابه واجيب الحاجه اللي انا هشتغل بيها. هغطيها 10 دقايق بس لغايه ما اجهز التجهيزات بتاعتي. بعد كده خدت قطعه من العجينه وهفردها زي ما احنا شايفين. انتوا لو عايزين تعملوا المنين، هنعمل المنين الساده، هقول لكم بنعمله ازاي. ده الاول انا هفردها علشان هنعمل كعب الغزال. افردي العجينه قوي بحيث يبقى سمكها مثلا نص سم، تبقى رقيقه جدا، ما تبقاش تخينه، عشان كعب الغزال يبقى هش من جوه وما يبقاش تخين ويبقى فيه عجينه كتير. هفردها زي ما احنا شايفين، افرديها قوي. وانا عندي جايبه عجوه جاهزه، حطيت عليها ربع معلقه قرفه، حطيت عليها معلقه سمنه، وحطيت عليها معلقه سمسم، وعجنتها بايدي قوي قوي. وبعدين حطيتها بين الكيسين زي ما انتم شفتوني، وفردتها خليتها رقيقه جدا جدا زي الورقه. واحطها على العجينه بتاعتي، وهساوي العجينه بالعجوه بتاعتي، ما تبقاش واحده اكبر من واحده، الاتنين يبقوا مقاس واحد وقد بعض.
زي ما احنا شايفين بشيل الزيادات ومش هرميها، انا بحطها بضيفها على العجينه. وبعد كده زي ما احنا شايفين هنلفها بقى رول علشان ايه نقطعها ونعمل كعب الغزال بتاعنا. هنسمي الله ونلف رول. زي ما احنا شايفين كده العجينه معاكي طريه وجميله جدا، عامله زي الملبن. طبعا هقفل الحرف دوت، هقفله. بصوا سهله ازاي بتتقفل بسرعه، ما فيهاش اي صعوبه. وهبرم بقى الرول على الخشبه او على سطح العمل او على الرخامه. هبرمه كده والفه بحيث ان يبقى كله سوا واحد، ما تبقاش في حته تخينه وحته رفيعه. زي ما احنا كده اسويه وهقصه بالسكينه، يعني ايه مقاس صباعين من صوابعك، لان هو بيكون صغير ما بيكونش ايه كبير قوي، ده عشان كده اسمه كعب الغزال. هجيب السكينه واقصه قطعه صغيره زي ما احنا شايفينها، واجيب عندي السمسم بتاعي، السمسم محمص، وهحط فيه كعب الغزال اللي انا قطعته بص رفيع صغير ازاي زي الافران بالظبط. وهقلب العجينه من الجناب كلها كده في السمسم، واكون دهنه الصينيه بتاعتي زيت خفيف جدا جدا، منديل وتمسحي بيه كده الصينيه عشان ايه تحسبا ان ايه، بس هي مش هتلزق لان هي فيها سمنه كتير، بس برضو بنعمل احتياطاتنا. هحط ارص بقى الكعب الغزال بتاعي وهعملها كلها كده، وبعدين نبدأ نفرد نفس العجينة ونفس السمك، وتكون رفيعة قوي زي كعب الغزال، ولكن العجوة عندي هعملها زي صباع او رول رفيع جدا جدا. خلي العجوة بتاعتك صباع رفيع قوي على قد ما تقدري. ليه؟ علشان احنا هنعمل العسلية، واسمها عسلية يعني عسلية رفيعة، ما بتبقاش تخينة. فهنحط على قد ما تقدري رفعي الصباع بتاع العجوه وهنحطه. وبعدين خلي بالكم بقى احنا مش هنلف العجينه دي كلها، لا، احنا هنلفها 3 لفات ونقطع الزياده. بصوا معايا، بسم الله الرحمن الرحيم، عدوا معايا. اول لفه لسه ما خلصتش، ادي اول برمه، اول لفه لفيناها. بسم الله الرحمن، ادي التانيه وادي التالته. واجيب السكينه بتاعتي واقص الزياده، يبقى انا بلف لفتين والتالتة الفها ومقصه الزيادات عندي. ليه؟ عشان هي اسمها عسليه، عشان بتكون رفيعه جدا. دي كلها مخبوزات بتتباع في الفرن. هبرم بقى كده واخليها ايه، يبقى رفيع على قد ما تقدر، واخليه كله سمك واحد وسوا واحد عشان ما تبقاش حته تخينه وحته رفيعه. وهجيب السكينه وهقطعها حتت صغيره جدا جدا قد عقلتين من صباعك. اكبر من كده ما تقصيش بالسكينه، كده عقلتين اتنين بالظبط. وبرضه هعمل زي كعب الغزال وايه، وهلفها في السمسم عندي. بصوا بالظبط صباعين او صباع اللي انت عايزاه، وخلي كله يبقى كله مقاس واحد. وهلفه في السمسم وهرصه في الصينيه برضو زي كعب الغزال. بصوا زي ما احنا شايفين كده. العجينه اللي فاضله بقى اللي باقيه، انا ايه هفردها زي ما عملت كعب، زي ما عملت العسليه. بجيبها برضو واقوم حاطه فيها العجوه برضو، واقوم ايه لفاها لفتين ثلاثه، واقوم مبططاها بايدي وقصها بالسكينه. هيديني منين محشي. عايزه مش عايزاه محشي، مش هحط فيه العجوه، وبرضو هقطعه بالسكينه. يبقى المنين بنعمله زي العسليه، بس ببططها بايديا بعد ما ايه، بعد ما ابرمها. بصوا انا عملت، خلص الكيلو، عملت منه شايفين 4 صواني، ده 5 كمان لان في صينيه تاني. كعب الغزال بسم الله ما شاء الله تبارك الله. وعندي الليمونين الساده، وعندي دي عسليه، ومن هنا هي دي واحده زياده كمان. عندي 5 ومشغله الفرن على 180. وهحطه في الرف الوسط. انا عندي الفرن بشغل تحت يحمر اللي تحت، وبعدين اشغل اللي فوق فيحمر الوش بتاعي. ما عندكيش فوق اعملي فوق وتحت، او شغلي تحت وبعدين شغلي الشوايه. ده بعد ما خلص. بصوا بسم الله ما شاء الله تبارك الله، حاجه جميله جدا جدا، تحفه بصراحه. هوريكم المنين بتاعنا. بصوا طاري، لو انت عايزاه بقى دايب قوي قوي حطي كوبايتين وربع او كوبايتين ونص، لكن ده بالظبط مظبوط بالشعره. بصوا مفتح من جوه ازاي، عشان مخدوم ان انت بسيتي الدقيق في السمنه كويس قوي. اهم حاجه بس السمنه والدقيق كويس قوي في الايه، في الليمونين او كعب الغزال او العسليه، في القراقيش عامه. كعب الغزال بصوا هي اتلسعت في الفرن مش مني، لكن برضو طريه وجميله جدا. بصوا وهشه، بصوا عامله ازاي،
بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الله اكبر. بقى بيكون عندك خير كتير كده في البيت، بتحسي فيه بركه موجوده في البيت. تعالوا نشوف نشوف العسليه بتاعتنا. بص العسليه برضو بسم الله ما شاء الله، بصوا. وكده دي وصفتنا كده خلصت النهارده، والى لقاء جديد، واستودعكم الله، والسلام عليكم.